اخيرا المباراه اللي هربانه من الدوري الانجليزي بتنتهي. اخيرا يا جماعه المباراه اللي من اول دقيقه لحد ضربات الجزاء فيها سسبنس وفيها تفاصيل كتيره. يا جماعه المباراه اللي الزمالك دي مباراه تاريخيه، والله يا جماعه دي مباراه تاريخيه من اول سنه لاخر ثانيه. احنا شفنا دلوقتي يا جماعه ملحمه كرويه ما بين الزمالك وبين بيراميدز في المباراه اللي بيراميدز كل ما يسجل هدف ونقول خلاص الماتش راح، الزمالك يرجع من بعيد ويرد علينا. ولا يا جماعه بقى ايه اهم لعيب؟ وربنا مصدق نفسي يا جماعه، اهم لعيب في المباراه بالنسبه لي هو سامسون. اهم لعيب سامسون طلع من الثلاجه جاب لنا التعادل. يا جماعه سامسون بشعار عاد لينتقم. سامسون بيرد على فريرا بقى وعلى اوسوليو وعلى الناس كلها يقول لهم انا اهو. سامسون يا جماعه في المباراه دي عمل جون عالمي، مش عارف اقول اكتر من كده. 1 2 عالمي هو اوباما. والله يا جماعه انا لما سامسون يأس قلت ايه اليأس اللي احنا وصلنا له ده؟ ايه اليأس اللي احنا وصلنا له اول ما نزلنا سامسون؟ لكن المفاجاه وسامسون بيفاجئ الكل ويسجل جون التعادل بعد جمله 1 2 مع اوباما. احنا اسفين يا عم سامسون، كلنا غلطنا فيك، معلش سامحنا. انت دلوقتي سامسون يا جماعه بيرد على الناس كلها يقول لهم انا موجود اهو. سامسون بيقول لهم انا هنا. سامسون بيقول لهم عاد لينتقم. بس يا جماعه ده شعار سامسون وشعار عوده سامسون. شفنا يا جماعه دلوقتي المباراه اللي مش هقول لك بقى فيها تكتيكي والكلام ده، مباراه انت تتفرج عليها تستمتع من اول دقيقه لاخر دقيقه. اللي هو مباراه هربانه من الدوري الانجليزي من الدوري الاوروبي، لكن دي مش مباراه مصريه، مش مباراه من الدوري المصري خالص ولا كاس مصر ولا الكلام ده. يعني شفنا يا جماعه مباراه بخلاف الاهداف طول الماتش فرصه هنا فرصه هنا. مصطفى فتحي يضيع انفرادين، عندنا شيكابالا وزيزو واوباما يضيعوا. مباراه غريبه مباراه غريبه. ولكن بقى يا جماعه، ولكن يا جماعه اوعوا تنسوا بعرضه زيزو. اول ما جت العرضه بتاعت زيزو قلقت، قلت يا نهار ابيض العرضه اللي بيجيبها زيزو في كل ماتش. وبعد العرضه دي نقول يا ريتنا بعد ما نخسر يا ريتنا جبنا العرضه، ومش يا ريتنا جبنا العرضه نخش في المسلسل ده. كفايه ان ماتش اوروبي، يعني مش كفايه ان ماتش مجنون اصلا من اول لاخر دقيقه. زيزو بيمارس هوايته المفضله في العرضه، يعني فاول عمل بطريقه حلوه جدا. ولكن العرضه انا اول ما جت العرض قلقت، قلت يا نهار ابيض بقى هنرجع لحوار العرض بقى ونطلع بقى ايه نقول يا ريتنا مش يا ريتنا. ولكن الحمد لله الحمد لله الزمالك بيفك النحس ان لما يخش فينا عرضه الماتش يخلص بسامسون. هنتكلم بس يا جماعه ايه فنيا شويه على الماتش. المباراه يا جماعه اللي فيها الثلاث اهداف كوبي بيست. الثلاث اهداف الهدف الاول والثاني والثالث كوبي بيست بتوع بيراميدز. يعني الثلاث اهداف تحس ان هو ايه بيعيدوها، ومع ذلك لعيبه الزمالك بتتفاجئ وبتتغفل. يعني يا جماعه الجون الاولاني ده بالنسبه لي فضيحه ان هي تحصل كده. يعني دلوقتي وليد الكاردي بيعمل اسيست بقفاه. يعني وليد الكاردي يعني ايه؟ يعني ايه مش فاهم يعني ايه لعيب يعمل اسيست بقفاه؟ اللي هو لعيب متمكن وعارف الكره هتروح فين. لكن دي مش مشكله، انا قعدت حته وليد الكاردي. الغلطه والكارثه اللي حصلت في الجون الاولاني مشتركه ما بين المسلوسي وما بين عواد. شفنا دلوقتي يا جماعه المسلوسي المهاجم بتاع بيراميدز اللي اسمه فيستو مبالي بيعدي من جنبه، اللي هو ايه بيقول له كلم المسلوسي، راح بيبص الناحيه الثانيه واللعيب يهرب منه. مش عارف المسلوسي كان بيعمل ايه في الماتش. لكن بقى الضحك عواد كان والله يا جماعه في الجون الاولاني ده عواد كان طالع بيعبط. ده تفسير وحيد ان هو طالع يمسك كوره بايديه الاثنين وبرجله. انا اول ما اشوف حارس عايز يمسك كوره بايديه الاثنين وبرجله، يعني مش فاهم انت عايز تعمل ايه. الكوره عدت وبيراميدز نجح يسجل الهدف الاولاني. وشفنا بعد كده يا جماعه ايه باتشيكو عمل حركه ذكيه. باتشيكو بقى كان بيتذاكر اللي هو ايه لقى ان وليد الكارد عنده انذار وخاف عليه من الطرد، فقال لك ايه اسحبه ونزل ايه احمد توفيق ما كملش 13 دقيقه واتطرد. احمد توفيق نزل اول التحام ليه اصلا كان ممكن يطرد. ده اول التحام ليه كان التحام ليه اصلا داخل بيكسر رجل ابراهيم مندوي. شفنا بعد كده ما كملش 10 دقايق واحمد توفيق اتطرد وباتشيكو اتطرد بعد كده. يعني باتشيكو خرج وليد الكارت عشان ما دريتش، راح نزل لعيب اتطرد وهو اتطرد شخصيا. بعد كده يا جماعه كوره في الدقيقه 92 ركنيه زيزو بيلفها، ناصر منسي بيصلحها لدونجا ودونجا بيحط الكوره في الجون. والحمد لله تعادلنا وخلاص بقى فرحنا ورحنا الاكسترا تايم. اول كره في الاكسترا تايم، اول لمسه كوبي بيست من الجون الاولاني. الكره طلعت اوت، الشيمي بيلعبها، دونجا واقف بيحلل. اللي هو دونجا ايه يعني ايه الكره في ال6 يارده واقف بيحلل، اللي هو خلاص ايه خلاص يا جماعه الكره مع عواد. في حد يعمل كده؟ في حد عاقل يعمل كده؟ يا عم الكور دي الف ب طفش في اي حته، طلعها ركنيه طفش. انت راح تحجز راح مصطفى فتحي غفله وجاب الكره جون. بعد كده يا جماعه الجون بتاع سامسون حصل 1 2 مع ايه مع اوباما. بعد كده تعادلنا 2-2 اول دقيقه في الاكسترا تايم الثاني. محمد حمدي الباك غفل المسلوسي وسجل الجون وسجل الهدف الثالث. شفنا بعد كده في الدقيقه الاخيره شفنا ناصر منسي ان هو ايه نجح ان هو يسجل التعادل. برده كانت كوره ركنيه والحمد لله سجلنا التعادل ورحنا لضربات الجزاء. وشفنا برده ايه السسبنس اللي حصل في ضربات الجزاء، ورؤى تحس ان هو ايه ما حققش دم الجماهير فقال لك احرق دمهم في ضربات الجزاء. لكن الحمد لله عواد ينجح ان هو 6 جول. ولكن يا جماعه في نقطه عايزين نتكلم عليها، ان هو
يعني بيراميدز طرد منه لعيب من الدقيقه 82، تحس ان بيراميدز ما اتاثرتش، وبالعكس احنا اللي طرد مننا لعيب. يعني مستغرب والله يا جماعه، مستغرب من اللي حصل. يعني انا قلت ايه؟ قلت بقى بيراميدز طرد منه لعيب بقى وهيهدى. لا بالعكس، بيراميدز طرد منه لعيب سجل جونين. يعني الاول كان كامل لحد الدقيقه 82 سجل جون واحد بس. مع العلم يا جماعه الماتش ده فيه 3000 جون ضاع من بيراميدز والزمالك. بس كده يا جماعه في الاول وفي الاخر الزمالك صعد بعد كرم اخلاق من فيستون مابيلي ومصطفى فتحي. مصطفى فتحي برضه يا جماعه شفناه ضيع جونين في اول دقيقتين، مش عارف ضيعهم ازاي. ولكن يا جماعه في نقطه اخيره عايز اتكلم عليها، وهي تشجيع جماهير النادي الاهلي للزمالك. انا نفسي افهم من امتى جماهير النادي الاهلي بتشجع الزمالك. يا جماعه نتكلم بالعقل وبالمنطق. مفيش اهلاوي بجد هيشجع الزمالك والعكس، مفيش زملكاوي يشجع الاهلي. لكن يا جماعه التفسير الوحيد ان الاهلاويه بيشجعونا ان هم شايفيننا فريق ضعيف. بامانه فريق ضعيف، فريق على الله حكايته. يقول لك بيراميدز عمال تعلم عليك وهي مطلوب منها لعيب. يعني الاهلي بيقول لك ايه؟ انا بالنسبه لي لاعب الزمالك مباراه قمه واكسبه وليها طعم تاني عكس بيراميدز ممكن ترخم علينا شويه وهنعاني اول ما نكسب. ولكن انا متوقع ان الاهلي هيكسب الاول بيراميدز عادي. ولكن الاهلاويه تحس يقول لك ايه، لا احنا عايزين نكسب على الزمالك، المباراه اللي ليها طعم تاني. ده تفسير وحيد للقطه دي. بس كده يا جماعه في الاول وفي الاخر انتهى مباراه الزمالك وبيراميدز، المباراه اللي هربانه من الدوري الاوروبي بنتيجه 3-3. وشفنا ضربات الجزاء، وبعد كده الزمالك نجح ان هو يصعد ويكسب بيراميدز عن طريق ضربات الجزاء. بس كده يا جماعه في الاول وفي الاخر ده قرار شخصي، ولو اي حد دلوقتي انكم مفتوحه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.